تعالوا النهاردة نعمل مع بعض القطايف في القلاية الهوائية بدون ما تشرب منك نقطة زيت، وهنعرف سر قرمشة القطايف وتسويتها الصح. تابعي معايا الفيديو الآخر عشان تعرفي كل التفاصيل. ولو عجبك الفيديو اوعي تنسي اللايك والشير، ولو مش مشتركة في قناتي شرفيني باشتراكك فيها. ونبدأ ونقول بسم الله. اول حاجه كده انا هجيب القلايه بتاعتي، هجيب ورقه من الزبده احطها كده في قاع القلايه، وعندي البخاخه دي بتاعت الزيت. طبعا انا مش بحب الحاجات المسكره خالص، انا بحب اكل الحاجه اكون باكلها وانا مش متاذيه، لان طبعا انا ما بحبش اي حاجه بزيت ولا مسكره قوي. جبت القطايف بتاعتي، حشيت القطايف دي بلح، تمام، نقدر نحشيها برضو اي حاجه احنا عايزينها. هجيب كده القطايف ارش عليها رشه خفيفه من الزيت على الوش الاولاني، واقلبها على الوش التاني وارش عليها برضو رشه بسيطه من الزيت. هجيب القلايه بتاعتي وهرص القطايف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا احنا نقدر نقليها عادي جدا، بس انا بقول لكم الناس اللي بتبقى، في ناس بتبقى عامله نظام غذائي، عامله 7 خطوات او عامله نظام صيام متقطع او كده. انا عامه سواء عامله نظام او مش عامله نظام، انا ما بحبش اكل حاجه فيها زيت او حاجه فيها سكريات كتيره جدا. فانا بحب اعملها كده كل سنه، وبعملها في القلايه. هرص القطايف زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا انا هشغل البرنامج بتاع المخبوزات، يعني اي حد عنده قلايه سواء سكاني، دي ماركه سكاني، هيشغل على برنامج المخبوزات. انا طلعتها لقيتها هنا لسه عايزه تدخل تاني، تمام. هي اخدت معايا في التوقيت كله حوالي 10 دقايق في القلايه، وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هي بتبقى مش طريه زي بتبقى القطايف اللي بتتقلي في الزيت، طبعا الزيت عشان بيطري القطايف دي بتبقى يعني ايه، مقرمشه شويه عن القطايف العاديه. هخرجها من القلايه على طول وهي سخنه. طبعا الشربات بيبقى شربات وسط، ولا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي. رشيت عليها من الشربات، تقدري برضو تخليها تخلي شربات في طبق وتنزلي القطايف في الطبق، لان طبعا يعني ايه الطريقه الافضل انك انت تنزلي القطايف في الطبق بتاع الشربات. انا كده رشيت عليها بس من على الوش، ما كانتش مسكره قوي، كانت سكر خفيف جدا جدا، بس برضو كانت طعمها خطير. فانت لو عملتيها نزليها في الشربات عشان تحسي ان هي ايه، شبيهه بالقطايف التانية شويه، يعني شبيهه بيها بس. فطبعا خلصتها كده، وجبت بقى شويه من الفستق كده رشيتهم على الوش، وزينتها يعني بالقطايف. سامعين بقى القرمشه؟ طبعا القرمشه مش ظاهره لانها طبعا كاتمه الصوت بتاع الفيديو. عايزه اقول لكم ان القطايف دي بالبلح طعمها بجد تحفه، خطير خطير بجد يا جماعه. والطريقه دي كمان تاكلي منها، بدل ما تاكلي واحده قطايف واحده بس من المقليه، بتاكلي طبعا 3 أو 4 من دول، زي يعني السعرات الحراريه بتاعتها ال4 بمقدار واحده بس من المقليه بالزيت. كمان عايزه اقول لكم لو انتم ما عندكوش قلايه تقدروا تعملوها بنفس الطريقه وترشوها زيت وتدخلوها الفرن برضو، وهتاكلوها بألف هنا وشفا، هتطلع طعمها بجد خطير. يلا بقى قولي رايكم في الكومنتات، بتحبتوها بأنهي طريقه في الاتنين. وكمان لو عايزين اي سؤال عن القلايه واي حاجه انا تحت امركم. وكل سنه وانتم طيبين.